واحدة كمان من اللي ذكرها باومان وهي الأمان، بيقول لنا إن كل ما تزيد التكنولوجيا بيقل قصادها الأمان والشعور بالراحة والانتماء. طبعا مين فينا دلوقتي ما بقاش حابس على نفسه وخايف من جاره اللي جنبه وبيقفل أبوابه قدام أي حد غريب، والكل برضه حلم حياته دلوقتي إن هو يروح يعيش في الكومباوندات الجميلة الراقية واللي بتتمتع بأمان عالي ورفاهية عالية، واللي بالرغم من كده برضه هتبص تلاقي كل واحد فيهم خايف وقافل على نفسه وعلى عياله ومش عايز يختلط بأي حد حواليه. وده كله ليه؟ بسبب الخوف من المجتمع، الخوف من الأغراب اللي حواليك دول اللي أنت ما تعرفش هم طباعهم إيه. وده طبعًا هتقدر تلاحظه كويس لو أنت واحد من الناس اللي سابت العيشة في الأرياف واتجهت لأضواء المدينة اللامعة، هتعرف وقتها قد إيه إن كل واحد هناك في حاله وما يعرفش التاني. لو رجعت بقى وبصيت على حياة جدك في بلده أو في حارته القديمة، هتلاقي إن الناس هناك عارفة بعضها بشكل كبير جدًا، ووجودهم في الشارع أصلًا أكتر من وجودهم في البيت، فتحس وقتها بالانتماء والأمان إن كل الناس ديّة معارفك وقرايبك، ولو حصلت لك أي حاجة في حياتك هتبُص تلاقي اللي يقف جنبك ويساعدك. في قرية جدك هتلاقي الصغير عارف الكبير، فيخاف يعمل أي حاجة قدّامه غلط في الشارع، علشان هو في مقام والده أصلًا وما يتجرأش يعمل حاجة قدّامه، والكبير برضه عارف الصغير، ولو شافه اتعرّض لأي حاجة في الشارع أو أي مشكلة هيجري ويساعده، وهيقوم بالواجب لإنه ابن الحاج فلان قريبه أو معرفته اللي واكلين عيش وملح مع بعض. وهكذا الحياة البسيطة المترابطة اللي كل واحد فيهم بيساعد التاني وقريب منه.